في مرحلة مبكرة من حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قرر عمه أبو طالب أن يأخذه معه في رحلة تجارية إلى الشام. كانت هذه الرحلات التجارية جزءا من النشاطات الاقتصادية لأهل مكة، وقد رغب أبو طالب في تعليم محمد وتوفير فرصة له للتعلم عن التجارة. خلال الرحلة إلى الشام وصل الركب إلى مدينة بصرى التي كانت جزءا من بلاد الشام. هناك استقبلهم الراهب بحيرة، وهو راهب نصراني كان لديه علم بالكتب السماوية وكان متبحرا في الديانات السابقة. رأى بحيرة علامات على محمد صلى الله عليه وسلم، وأدرك من خلاله أنه سيكون له شأن عظيم في لما استقبل يروى أن بحيرة لاحظ علامة النبوة بين كتفي محمد، وأوصى أبي طالب بأن يعود بمحمد إلى مكة ويحميه من أذى اليهود الذين كانوا يعرفون علامات النبي القادم. أما بالنسبة لزواجه من السيدة خديجة